السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ سعادة شديدة. محتاجين نعمل لنفسنا ماركتينج سماوي. آه، مش براند سماوي، بس مش سماوي اللي هو بيبي بلو، سماوي اللي هو في السماء. طيب مين في السماء؟ احنا في الارض قاعدين نقول اعمل لنفسك براند، اعمل لنفسك ماركتينج، خلي الناس تعرفك، خليك شاطر ومشهور. ما تبقاش شاطر بس ومش مشهور بس، لازم تبقى معاك الاتنين. اللي في السماء الله عز وجل، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والملائكة. لو عايز اعمل لنفسي براند عند ربنا، ايه ممكن اعمله؟ في الحديث القدسي الله عز وجل بيقول: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، صرت يدها التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. احنا متخيلين كده الحديث القدسي هو حديث صحيح. هقرأه لكم على أساس إن احنا نبقى عارفين النص الحقيقي يعني. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني انت بس محتاج تركز ايه هي النوافل. اكتب كده على جوجل او على شات جي بي تي: ما هي النوافل التي اتقرب بها الى الله عز وجل. هتتبع النوافل بعد طبعا ما هتعمل الحاجات الاساسيه. يعني احنا مش هنتقرب بالنوافل، مش هصلي مثلا ركعتين السنه وهسيب الفرض، مش هصوم اثنين وخميس وانا مقصر في رمضان. لازم ان انا بعد ما احاول اتم العمل الصالح في الاساسيات او الفروض، ابدا ازود تدريجيا النوافل. طيب ليه؟ ده بقول ماركتينج، انت سماوي كده. انت متخيل عظم اللي الحديث بيقوله لنا؟ ان انت مش هتبقى انسان عادي. يعني احنا بنشوف ناس كتير جدا موفقة في حياتها، يقول لك الشخص ده في شيء لله. هو ليه في شيء لله؟ لانه هو متبع النوافل. هو ماركت لنفسه كويس قوي مع الله عز وجل، عامل براند خيالي، لان هو بس بيحافظ على النوافل. طيب مين تاني حد ممكن نتقرب اليه في السماء؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقرب اليه ازاي؟ يعني الصلاة عليه فقط. الصلاة اللي احنا بنقول اللهم صل على الصيغة الإبراهيمية، النص التشهد الثاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس صلي عليه، صلي عليه أي بتذكره، وبتطلب له المكانة العليا يوم القيامة عند الله عز وجل. لما هتصلي عليه بتعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمت عليه فبيرد عليك السلام. في واحد من الصحابة راح للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حزين جدا، فقال له: يا رسول الله، أنا يعني هتوحشني قوي في الجنة. فقال له: يعني أو هليس هذا؟ يعني انت بس هوحشك بس؟ قال له: بحبك واتمنى اشوفك في الجنة. فقال له: المرء مع من يحب. فاذا احنا احبينا النبي صلى الله عليه وسلم هنكون ان شاء الله مرفوعين الدرجات معاه يوم القيامة. والحب هو علامات وامارات، مش فقط باللسان، هو فعل قلبي، ولكن لابد ان يتبعه عمل. فان احنا هنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله او يعمله السنن، وبزيادتها تدريجيا الحب بيزيد، وبكده نقدر نحفظ مكانة لينا، عاملين نفسنا براند سماوي برضو وماركتينج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، ان احنا نكون في درجات العلا من الجنة. طب مين تاني في السماء؟ الملائكة هم أجسام نورانية، ومحتاجين ندرس عقيدة كويس جدا، عشان أصل الإسلام هو العقيدة. يعني أنت لو بتعمل كل الحاجات حلو جدا، لكن عقيدتك فاسدة، فأنت مش هيقبل ليك عمل، لأن أنت أصلا أنت أصلا مش عارف أنت بتعمل إيه وليه وإزاي وفين. يعني لازم نكون دارسين عقيدة كويس. الملائكة بتستغفر لصاحب 7 أفعال.
أول فعل فيهم هو انتظار الصلاة في المسجد. يعني لو حضرتك مثلا ست بيت وما بتنزليش خالص، حاولي مثلا تنزلي مرة واحدة بس. يبقى مثلا مرة واحدة، حتى لو كل أسبوع كل شهر ما بين المغرب والعشاء ساعة ساعة ونص، روحي بس كده. يعني علقي قلبك بالمساجد، لأن أصلا ده من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، هو رجل معلق قلبه بالمساجد. تاني حاجة انتظار الصلاة. حضرتك بنصلي الظهر ونفضل بقى في المطبخ وقت ومجهود واحتساب نية ان احنا بنطبخ لأولادنا وبنظبط أحوالنا، بس وانت في قلبك أنا منتظرة من يا ربي وأنا بشتغل صلاة العصر، أنا منتظراها. ولو حافظت على الوضوء يبقى دي حاجة رائعة جدا. يعني احنا كنا بنشتغل ومحافظين على وضوءنا ومنتظرين الصلاة. يبقى الصلاة في المسجد، انتظار الصلاة والجلوس في المسجد لانتظار برضو الصلاة، يعني التحقيق الشرطين. تالت حاجة الصف الأول من الصلاة. طبعا انت لو رحتي مرة واحدة في الأسبوع ولا في الشهر، أصلا مساجد النساء يعني مش معمرة بالقدر الكافي، فممكن تلحقي الصف الأول الحمد لله. يعني ممكن ما تزحميش فيها كتير يعني. تاني حاجة طلب العلم وحلق الذكر. انت ممكن لو مش قادرة خالص وما فيش أي جنبك أي حد، ممكن ان انت بس لو سمعتي بودكاست ايا كان القيمه اللي هيقدمها البودكاست ده، او ايا كان الموضوع اللي بيتكلم فيه، فانت كده بتطلبي علم. فانت في حلقه من حلق الذكر، لان مثلا حبسك حابس فانت مش قادره تنزلي عشان مهتميه بامك تعبانه، باباكي طلب، زوجك مانع ما فيش وقت، عيالك محتاجينك. فاحتسب ان وانت بتسمعي بودكاست ان ده نوع من انواع طلب العلم وحلق الذكر. واكتبي الملخص بتاع البودكاست ده، لان هندخل كده بيه على رقم 3، وهو توصيل العلم. يعني اي معلم الناس للخير فالملائكة بتستغفر له وبتسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. رابع حاجة السحور. يبقى خامس حاجة السحور. احنا قلنا اول حاجة انتظار الصلاة والجلوس بعد الصلاة في المسجد. تاني حاجة الصف الأول من الصلاة. تالت حاجة طلب العلم وحلق الذكر. رابع حاجة تعليم الناس الخير. 5 السحور. انت لو محافظة على 2 وخميس أو 13 14 و15، انت أو انت يعني، فانت بس قبل الفجر بحاجة بسيطة قوم اشرب كوباية مية، كل 3 تمرات 7، حافظ على السحور، الملائكة بذلك هتستغفر لك. 6 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا بالصيغة الإبراهيمية. 7 عيادة المريض. ليه خلي الملائكة تستغفر لي؟ لأنها الملائكة أجسام نورانية لم يعصى الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون. ده ماركتينج محتاجينه، وهو الماركتينج بطريقة مش عكسية. يعني احنا لو كنا مشهورين جدا وشاطرين جدا في الارض، ممكن قوي ما نكونش اهل السماء يعرفوا عننا شيء، لان احنا مش متبعين الحاجات اللي انا قلتها دي. لكن وارد جدا ان احنا نكون مش شاطرين ومش مشهورين في الدنيا او لاهل الارض، لكن احنا لنا باع عظيم جدا في السماء، ومشهورين جدا وشاطرين جدا فوق. وبالتالي هترجع تاني بقى تلف الدايرة، لأن الله عز وجل إذا أحب عبد نادى الملائكة، نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، نسأل الله إن احنا ربنا يمكن لنا في المكانة دي، فيحبه أهل السماء. ثم تنادي الملائكة في أهل الأرض إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل الأرض. فكل الشجر والحجر يحبوا الشخص ده، بيجعله الله عز وجل القبول في الأرض. نسأل الله أن احنا نكون منهم. وأسفع التطويل، وبسم الله نبدأ سعادة جديدة.